بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مثلا تحقق من فهمك. يقول أوجد 4 أوساط هندسية بين العددين نص و512. طيب، هذا النص، هذا 1 2 3 4 512. هذا الحد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. أجي أقول الحد السادس يساوي 512. إذا أجي أقول فك هذه، الحد الأول في R أس 5 يساوي كم؟ 512. عوض عن الحد الأول، نص R أس 5 يساوي 512. إذا الR أس 5 يساوي، نيجي نحسب كسر 512 أقسم هذا نص، حتتدبل. لاحظ هذا 512 كأنك تضربها في 2. لاحظ هيصير 10,000. قلنا 10,000، 1024. إذا 1024. طيب، الآن نيجي نقول الآر يساوي، إذا تبغى تسويها بطريقة تحليل أو تجي تسويها هذه بالطريقة دي، بس 1/5. الآن نجي نحسبه. نيجي نقول تحت قوس 1024 أس 1 تقسيم 5، هيطلع كام الآر؟ 4. لاحظ هنا أنا ما حكتب الآر يساوي موجب أو سالب. ليه؟ لأن الأس هنا إيش؟ فردي. إذا آر يساوي 4 اللي هو مين؟ الأساس. الآن أجي أقول نص أضربها في 4. شوف، نص في 4 هيعطيك كم؟ 2. يلا، 2 أضربها في 4 8. 8 أضربها في 4 32. 32 أضربها في 4 هيعطيك 128. شوف، 32 في 4 128. إذا هذه هي إيش؟ الأوساط المطلوبة. إذا تضرب في 4 تضرب في إيش؟ في 4. إذا حيصير من يوم ما جبت الأساس خلاص، نص ضرب 4 2 ضرب 4 8 ضرب 4 32 ضرب 4 128. إذا هذه هي الأوساط. الآن 128 أضربها في 4، إذا طلع 512 يصير شغلك تمام. ضرب 4 512. 512. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.